السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة أقولكم طيبة. النهاردة بقى هنزل معاكم وصفة الطعمية أو الفلافل. تمام. في ناس بتقول عليها فلافل وفي ناس بتقول عليها طعمية. هي سهلة وبسيطة جدا. بتجيبي، يعني انا هقول لكم مقدار دلوقتي اللي انا بكلمكم فيه هو ربع كيلو فول مرشوش. تمام، ربع كيلو فول مرشوش. انا مثلا جبته النهارده، فهبتدي بقى ان انا انقيه كده لو مفيهوش اي حاجه. هغسله غسله حلوه وبعد كده هنقعه، وهفضل على مدار اليوم رايحه جايه عليه كل ما اخش المطبخ اصفي الميه اللي فيه واحط له ميه نظيفه، اصفي الميه اللي فيه واحط له ميه نظيفه. تمام. اسيبه يوم كامل واجي بعد كده، او ليله كامله، يعني مثلا ممكن اعمل الموضوع ده بالليل وتاني يوم الصبح هشتغل فيه. تمام تمام. هصحى تاني يوم عندي كده ربطة خضرة حلوة. لكل ربع كيلو هتحطي ربطة من البصل الأخضر، اللي هي بتبقى يعني يعتبر 4 وحدات 3 دولت، وكمان بالعنق بتاعتهم، يعني البصل بالعنق بتاعته الخضرة. وحطي عليها ربطة كزبرة دي ودي. طيب أنا لو ما عنديش بصل أخضر زي حالتي كده دلوقتي، أنا استخدمت ايه؟ استخدمت بصل أحمر عادي، اللي هو البصل بتاع الطبيخ ده. المهم ان احنا نحط ايه؟ بصل. تمام تمام. دلوقتي انا عندي الكبه بتاعتي، ممكن تعمليها في الكبه، تعمليها بقى يعني حاجه عندك انت كده غير الكبه اللي معايا. المهم بيبقى في انواع كتير من الكبات المتاحه عندك استخدميها، مش شرط دي بالذات يعني. انا دي الكبه اللي عندي اللي شغاله. فانا احط بقى الفول واحط كمان الربطه بتاع، لو انت طبعا هي كبيره هتاخد الربع كيلو كله وهتاخد القدره كلها والبصل كله 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 مع بعضيه وهتضربيه. انا عشان ما عنديش يعني عشان المساحه وتضربها ناعم كويس، فانا قسمت الخليط على نصين، فحطيت شويه خضره على بصلايه كده صغننه على فصين توم على جزء من الفول المرشوش. وبدأت بقى ان انا اضربه بالكبه بتاعتي لحد ما ينعم خالص. طبعا بفتح انزل بقى طبعا الخليط واقلبه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه فوله كده فوله كده. خضره مثلا ما تفرميش بصلايه. فتاكدي كمان يعني تقعدي كل شويه كده تقلبي في الخليط وهو في الكبه عشان يبقى كله فوق وتحت حاجه واحده، ما يبقاش فيه خشن وما يبقاش فيه ناعم. ما تضيفتلوش اي ميه خالص، هي الميه بتاعت البصل على ميه الخضره على الميه بتاعت الفول، ما هو شارب طول الليل بقى. هو هيضرب نفسه في نفسه وهينعم وهتبقى دايبه خالص. فانتي ما تشغليش بالك وتيجي تقولي لا مش هيضرب في الكبه بتاعتي او مش هتفرمه، هروح مزوده له شويه ميه. انت كده بتبوظي الخليط بتاعك. تمام. انا ما حطيتش اي ميه خالص. خضره، بصل، فصين توم، الفول بس. التوابل بقى بتبقى رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ملح، كزبره، كمون. تمام. دي التوابل اللي انت بتحطيها. طبعا كتري كزبره، الكزبره بتبقى حلوه في الطعميه. تمام تمام. المفروض لو انت هتعملي الطعميه دي ورايحه تقليها على طول، بتحط لها ايه؟ مقدار من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها هشه مش مكتومه. تمام. طيب انا مش هقليها، انا عينها في الفريزر او هفرزها بمعنى اصح، عينها في اكياس واشيلها في الفريزر. هنا كنت بوريكم القوام بتاعها. بصوا يعني بتيجي تقلبي المعلقه كده بتنزل كده مره واحده، ما مش سايله ولا هي تقيله ولا اي حاجه، لا القوام يكون متوسط. تمام. ضربتهم كويس واتاكدت، عملت الدورين اللي هم الكميه كلها اللي انا عم اشتغلت بيها. وبعد بقى ما خلصت جبت الاكياس بتاعتي، خلاص كده هي جاهزه معايا على التفريز ولا اي حاجه. شفتوا في اسهل من كده؟ سهله وبسيطه جدا. طبعا كميه الطعميه اللي انت هتعينيها في الكيس او تحطيها في العلبه او ايا كان، بتحطيها على عدد افراد اسرتك. بصوا بقى، انا من الناس اللي انا بحب لما اجي افرز حاجه ببقى عامله حسابي مثلا على قد عيلتي، وعامله حسابي لو زاد عليا نفر او نفرين، وعامله حسابي لو زاد اكتر. ليه؟ طيب ليه؟ عشان لو حد مثلا دخل عليا وانا عايزه اعمل فطار او هنطلع طعميه ولا حاجه، اطلع الكيس الكبير، لا على قدي انا هطلع الكيس الصغير. فاهميني؟ فدايما وانا بجهز حاجتي ايا كان ايه هي، بحاول دايما ان انا ايه اعملها على الطريقه دي. تمام. انا قلت لكم برضو الطريقه دي عشان لو حد لعل وعسى حد يستفيد مني. تمام. بس انا بحطها بالشكل دوت، بعبي الكيس كده كام معلقه على قد طبعا الكميه اللي انت عايزاها. وبعد كده بقى بفرغ الكيس من الهواء خالص وابتدي بقى ان انا يعني اطبطب كده عليه كده واسويه زي ما انتم شايفين، يبقى معايا شكل المربع بالشكل دوت. واطلع منه كل كميه الهواء وبتني الكيس عليه وبسيبه كده. دي اكتر طريقه ما تخليش عندك في الفريزر تاخد مساحه. وقيسي على ده حاجات كتير، يعني كل الاكل وكل الحاجات فرزيها في الاكياس بالطريقه دي، لا اما
في علب تلاجة وحطيها بقى بالشكل دوت ايا كان بقى، طبعا اذا كان لحوم او مثلا عجين طعميه او شويه فول ايا كان يعني، فاهمني؟ فيعني الطريقه دي او الطريقه دي بتنظم لك الفريزر، مش بتخليه متبهدل معاكي، مش مثلا بينقط مثلا لو في ميه او مثلا في مكان لحوم زفاره والكلام دوت، وفي نفس الوقت بيكون منظم وشكله شيك وشكله حلو، وتبقي عارفه كل حاجه فيها ايه. ولو اكياس برضو بتبقى يعني، بصوا الطريقه دي ما بتاخدش مساحه خالص في الفريزر معاكي، وتحطيها فوق بعضها كده بتاخد ما شاء الله يعني كميه كبيره. انا كنت بقول لكم ان بقيه الكميه دي انا هعملها طعميه دلوقتي، هقليها عشان ايه تشوفوها معايا. ماشي. بس فانا عملت 4 اكياس عندهم، طبعا الكيس بوجبه، وجبه محترمه اكتر طبعا من اللي انت بتجيبيه اساسا من بره. تمام. بصوا شكلها ده، شكلها او طريقتها بتبقى بالشكل دوت. بحطهم فوق بعض كده في التلاجة في الرف او في الباب، ما بياخدوش مساحه خالص. تمام. بصوا بقى هنا انا جيت بقى قليت الطعميه. طبعا بتسخني الزيت عالي عادي، وبتجيبي شويه ميه وتبلي ايدك كده او شويه زيت، وتبداي بقى ان انت ايه تاخدي الطعميه بتقرصيها كده وبتحطيها بتتقلي وبتطلعيها. طبعا بتحمصيها، عايزاها مقرمشه عايزاها طريه، دي بتبقى بتاعتك انت، تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. احنا بنحبها مقرمشه. هنا كنت بوريكم شكلها من جوه، بصوا عامله ازاي خضره وجميله ومستويه على فكره، واخده اللون الاحمر اللي بره ده، شكلها تحفه. كان وقتها اسامه اساسا يعني جايب فينو يعني والكلام ده. فقلت يلا بقى هقطع بقى قوطه وخيار وفلفل وحطيت بطاطس. قلت لو الطعميه ما كفتش بصراحه هعمل ايه بطاطس يعني وكده. بس لقيت الطعميه كفت ووفت الحمد لله، وفطرنا ايه منها. بصوا بقى بدات افتح بقى الساندوتش كده بالفينو، واخد بقى ايه من الطعميه كده، وبعد كده اوزع بقى طماطم وخيار وفلفل. وفطار الصبح عايزه اقول لكم بجد تحفه، او الاولاد هم رايحين بقى المدرسه او الحضانه. فبجد فعلا حاجه في البيت تحفه وجميله وموفره جدا. ويعني بتديك افكار كتير قوي، ما تبقيش شايله هم. طبعا الاولاد لما يكونوا في مدرسه او في حضانه بيبقى يوميا كل يوم كل يوم كل يوم، فبتبقي عايزه تعرفي يعني ايه، يعني بتبقي عايزه تعرفي اللي هو كل يوم عايزه تجددي وعايزه تغيري. وطب هعمل ايه، طب هسوي ايه، طب النهارده جبنه، طب النهارده هعمل بيض، النهارده هعمل طعميه. فالافكار دي والحاجات اللي بتبقى في البيت سبحان الله بتديك افكار كتيره قوي. بلاش بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في اللانش بوكس غريبه قوي. ما ترتبطيش او تعودي اولادك على تقييد معين. ولو هما بصوا في مره بره، اعملي الحاجه مره واحده عشان انت بصيت ودي دوقتها لك، لكن مش معنى كده ان انت كل ما تشوف حاجه بره ان انت تبقى عايزها او طالبها، لان دوت عيب يعني. نعلم اولادنا برضو حاجه زي كده. معلش انا سرحت كده في الوصفه، بس والله العظيم انا يعني ايه الكلام بيجيب بعضه. تمام. بس عملت بقى سندوتشات زي ما انتم شايفين كده، طعميه بقى وخيار وفلفل وقوطه وطماطم. بجد كان تحفه تحفه تحفه، وباقي كمان طعميه. فالحمد لله. بصوا بقى شايفين الجمال، شايفين جمال السندوتشات عامله ازاي، حاجه تفتح النفس اللهم بارك. فجربوا وصفه الفلافل او الطعميه دي جميله جدا، يا رب تعجبكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم، باي باي.